في 2018 تحديدا في هندسة حلوان كان كل هدفنا نلاقي مشكلة أو خلل في أي منظومة ونحاول نحل المشكلة دي بطريقة مختلفة. لقينا إن في أكتر من 3000 مكمورة فحم نباتي بتستهلك حوالي 6 مليون طن من الأخشاب بشكل سنوي، وبيخرج منها ملايين الأطنان من الغازات. دورنا على طريقة نقدر نحول بيها الغازات لمنتجات عضوية وفي نفس الوقت نقلل الانبعاثات الكربونية، فبدأنا تصميم وتصنيع فرن انحلال حراري نعيد تدوير الغازات من خلاله. وبعد مشوار طويل بفضل الله قدرنا ننفذ أول نموذج بقدرة تشغيلية 600 كيلو جرام من الأخشاب. جمعنا تقليم الأشجار بتاعة الجامعة عشان نستخدمها كمادة خام، ووصلنا لمرحلة التشغيل وظهر أول إنتاج من الفحم النباتي والبايو أويل. عشنا المشروع بعدها وخدنا امتياز بفضل الله، وكتبت عننا بعض الصحف. وبعد النجاح والفرحة الجميلة دي أدركنا إن المشروع هيتحط في أرشيف الكلية زي غيره من مشاريع التخرج. تفتكروا وقفنا هنا؟ الصراحة لأ، في 2021 بدأنا تصميم نموذج جديد بحجم أكبر 7 أضعاف من النموذج الأول، وقدرة تشغيله كانت 4000 كيلو جرام من الأخشاب. وبعد شهور من التخطيط والتنفيذ ربنا وفقنا وقدرنا نطلع منه أول إنتاج. وللأسف بعد سنة ونص من الإنتاج النموذج اتعرض لإهلاك بنسبة كبيرة جدا وخرج من التشغيل. خسرنا حوالي 75% من رأس المال اللي كنا أصلا مجمعينه من أهلنا. اتعلمنا من أخطائنا، بس تفتكر بعدها عملنا إيه؟